والله العظيم ده انا لو ما حلتيش حتى ده انا اتصرف، ده انا عليا. بس مش يتصرف بقى يروح يرتشي ويسرق ويستلف، لا لا، يعني يتصرف يعني هو يعني لو عنده حاجه غاليه يروح يبيعها لها ويجيبها لها. سبحان الله. انما بقى في المقابل بقى ممكن تطلب منه حاجه بسيطه جدا، ما تنساش وانت نازل تبقى كذا ما، وبحاول بقى تنسى زي ما انت متعود دايما ومش عارف ايه والكلام ده كله، وتقوم رازعاك كلمتين كده هو لو فاكر مش هيجيب، وهيرجع ويضطر يكذب عليها ويقول لها انا نسيت. وطبعا احنا ما بنشجعوش على الكذب، بس بقول ليه؟ لان هو استخسر فيها كل حاجه. انما هي لو بالذوق وبالادب وباللين، قوتك في ضعفك. قوتك في ضعفك. ضعفك يعني مش انا بسميها ضعفك دي كده يعني مجازا كده، ان هو مش ضعف. هي المراه مطالب منها انها تكون لينه ورحيمه مع زوجها، لكن انا بسميها بس كده. ان شاء الله نعمل محاضره كامله وتشوف ازاي تسعدي كطالبه، كتلميذه، كمدرسه، كزوجه، كأم، كبنت، كل حالاتك ازاي ان انت تكون فعلا قوتك في ضعفك. نكمل موضوع هاجر ومنى عشان عايزين نلبس منى الحجاب بس كده. معلش يا ميدان انا يمكن قللت اتصالات النهارده شويه عشان الموضوع كبير قوي. ده الموضوع كبير، ده لو ما لبستش حجاب النهارده ده ميدان يموت بحسرته النهارده. ربنا يبارك فيك ويتجوزك يا رب. مش عارف مش عايز يتجوز جدع ده. المهم فليه استاذ بيقول لي اعمل ده. طيب ربنا يبارك فيك وربنا يجوز استاذ كمان بالمره ان شاء الله، بس اهم حاجه ما تكونش زوجته قاعده جنبه يعني. سنتدي عليا النهارده. ربنا يبارك فيك يا رب. فاذا ايه يعني لو ربنا حبك فيك كل الخلق سبحان الله، وهتبقى مشهوره. خدي بالك، ولو ربنا كرمك ومتجوزه سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجه الماء فان قام وصلى كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني مشهورة في السماوات السبع بفضل الله سبحانه وتعالى. وانا هديك بقى ايه ده هاجر بقى اللي بتقول لي منى، قلت لها وانا هديك مثالين بساط جدا من فنانات بقى كانوا مشهورين جدا جدا، ورغم ذلك بسبب يعني ان هم ما كانوش لا مسلمات ولا بتاع ولا يعرفوا ربنا ولا محجبات، عاشوا حياة الشقاء. اديك مثال بسيط جدا تسمع يا منى عن مارلين مونرو. طبعا مين ما يسمعش عن مارلين مونرو، ده يعني ده علم في السينما الامريكيه. هتلاقيها هقرا لك بس كلمتين قالتهم مارلين مونرو. قالت ايه؟ بتقول لقد ظلمني كل الناس وان العمل في السينما يجعل من المرأة سلعة رخيصة تافهة مهما نالت من المجد والشهرة الزائفة. إني أنصح الفتيات، ده مارلين مونرو، إني أنصح الفتيات بعدم العمل في السينما والتمثيل، إن نهايتهن إذا كن عاقلات كنهايتي. كانت نهاية مارلين مونرو إيه؟ حد فاكر؟ انتحرت مع الجمال ده كله والشهرة دي كلها والأموال دي كلها، انتحرت، قتلت نفسها. حد يتخيل هذا؟ سبحان الله. وصدق المولى عز وجل حين يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ربنا عافينا. في مقابلة أجريت مع الممثلة المشهورة برجيت باردو، اسمها كده صح محمد؟ برجيت باردو، معلش صنف في الإنجليزي. قال لها الصحفي لقد كنت في يوم من الأيام، ده الصحفي اللي بيقول لها أنت كنت في يوم من الأيام رمزا للتحرر والفساد، تقول إيه في الكلام ده؟ قالت له نعم هذا صحيح، كنت كذلك، كنت غارقة في الفساد الذي أصبحت في وقت ما رمزا له، كنت رمز للفساد. تمام؟ لكن المفارقة، النكتة بقى الغريبة هي بتقول كده بقى، لكن المفارقة أن الناس أحبوني عارية ورجموني عندما تبت. تخيلوا، شوف الكلام. تقول هي نادمة على مثل هذه الكلمات، تقول وعندما أشاهد الآن أحد أفلام السابقة فإني أبصق على نفسي وأقفل الجهاز فورا وأقول كم كنت سافلة باللام مش سافرة. سبحان الله. فهاجر قالت لها شفت يا منى المشاهير اللي انت كنت بتحبهم دول او ما زلت بتحبهم او اللي انت كنت فاكر انهم سعداء جدا، شفت عاملين ازاي؟ طلعوا في شقاء لا يعلمه الا الله. فمنى قالت لها تخيلي انا كنت فاكره غير كده خالص. قالت لها لا طبعا، لو عايزه تبقي مشهوره بصي في واحده في الدنيا دي كلها مشهوره اكتر من عائشه وخديجه، ده الغرب نفسهم عارفين عائشه وخديجه رضي الله عنهما سبحان الله. فلو عايزه تبقي مشهوره خليكي زيهم، اعملي زيهم بفضل الله سبحانه وتعالى. شبهه ثانيه قالت ايه؟ طبعا هاجر قعدت تكلمها طبعا بتقول لها نفسي تحجبي وانت في عز جمالك وكده وربنا يكرمك، بدل ما تلبس الحجاب وانت غصب عنك. فجاه طرق الباب، مين اللي دخل؟ محمد ابن هاجر الاخت هاجر. ابنها ده عنده 6 سنوات. اول ما دخل السلام عليكم يا امي، السلام عليكم حضرتك. فطبعا ما سلمش، سلم على امه فقط وكده، والقى السلام بالفم كده على الثانيه، وبعدين قال لها يا امي انا جاي لك عشان تسمعيني القران. فمنى استغربت،
معقول يا هاجر ابنك في 6 سنوات وبيحفظ قرآن؟ قالت لها الحمد لله ده خاتم نصف القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. قالت لها طب ليه تشق عليه وهو سنه صغير كده؟ قالت لها عشان ربنا يكرمنا لما يختم قرآن انا وابوه نلبس تاج الوقار يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. وانا نفسي ان انا اقدم لهذا الدين رجل يطلع كده بقى زي علي بن ابي طالب ولا سلمان الفارسي ولا مصعب بن عمير، وسبحان الله عشان اقدر اخدم ديني من خلال تربيه هذا الطفل بفضل الله سبحانه وتعالى، يبقى زي علي بن ابي طالب ثمره من ثمرات فاطمه بنت اسد وخديجه بنت خويلد، وعمار بن ياسر كان ثمره من ثمرات سميه، وسعد بن معاذ كان ثمره من ثمرات كبشه بنت رافع، وانس بن مالك كان ثمره من ثمرات ام سليم، والزبير بن العوام كان ثمرة من ثمرات صفية بنت عبد المطلب، والحسن والحسين كان ثمرة من ثمرات فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأت هاجر تتكلم منى أخبارك إيه منى مع القرآن؟ يا ترى بتقرأ القرآن؟ قالت لها يعني أحيانا يعني، لكن في رمضان والله الحمد لله بقرأ في القرآن في رمضان من أوله لآخره الحمد لله حوالي جزئين أو 3 الحمد لله، بجتهد جدا في رمضان. قلت لها ما شاء الله ربنا يكرمك يا رب، بس خدي بالك بقى القرآن ده منهج حياة، سعادتك كلها في القرآن ده، كتاب يعني ربنا قال عنه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أبدا، وإنما لتسعد وتقيم أمة وتقيم دولة، والدنيا كلها تسعد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فيه فلنحيينه حياة طيبة. المهم هاجر قالت لها تعالي نرجع لموضوعنا بقى، يا ترى فالمهم مش عايز لسه مش عايز تلبسي حجاب ليه؟ فمنى قالت لها طب يا ريت معلش يا هاجر يعني معلش سامحيني، وانت عارفه انت حبيبتي وزميلتي ودي صداقه عمر، اجلي الكلام عن الحجاب لحد يا اما اتجوز يا اما اعدي سن ال 40. قالت لها وانا موافقه انا معاكي ومقتنع بكلامك، بس بشرط تجيبي ورقه وعهد من الله سبحانه وتعالى بان انت هتفضلي عايشه لحد سن ال40، والا فالموت ما عرفش صغير ولا كبير. فاكره يا منى سميه زميلتنا اللي كانت معانا في المدرسه ماتت السنه اللي فاتت، وفاكره نسرين اللي كانت معانا برضه في المدرسه ماتت الاسبوع اللي فات، والموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا سبحان الله. وخدي بالك بقى يا منى والله العظيم الشاب اللي انت فتنتيه في الشارع والله عمره في حياته ما هينفعك وانت على خشبة الوصل، هينفعك يعمل لك ايه؟ ولو دخلت القبر وهو كان بيحبك وبتحبيه في اكتر من كده، والله لو عرض عليه 100,000 جنيه مقابل انه يقعد معاك في القبر ساعة واحدة بعد الموت هيرفض. شفت قد ايه؟ مش هينفعك الا عملك الصالح، ومن اهم اعمالك الصالحة كامرأة الحجاب. الحجاب فرض عليك، فرض ربنا فرضه، وربنا سبحانه وتعالى يحب ان لما العبد يعمل فريضة، ان لما ربنا يعمل فريضة، ان لما ربنا يأمر العبد بفريضة ان العبد يقوم بيها. قال جل وعلا في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. احب شيء يا منى تقربي بيه وتعمليه ويقربك من ربنا اللي هو ايه؟ ان انت تؤدي الفريضة اللي عليك. والحجاب فريضة زيه زي الصلاة وزي الصيام وزي اي حاجة. وجسمك اللي انت فرحانة بيه، حاسه ان انت رشيقه وسمباتيك وبتلبسي استرتشات جسمك ده هيبقى في يوم من الايام غذاء للدود، وانا ما ارضاكيش ابدا ان انت تعذبي نفسك بسبب حجاب انت او ان انت مش عايزه تلبسي حجاب. فعشان خاطري بلاش، عشان خاطري بتعزيني. قالت لها طبعا بعزك. قالت لها طب ما تلبسي حجاب. قالت لها اصل، قالت لها طب بلاش سيبي انسيني انا، بتعزي النبي طب ما تلبسي الحجاب. طب بتحبي ربنا؟ لو بتحبي ربنا البسي حجاب. وانا بقول لكل اخت والله لو بتحب ربنا بجد لا يمكن تعدي عليك الليله دي الا وانت عماله بتتقلبي على الجمر طول الليل، كانك بتتقلبي على الجمر تقولي نفسي الصبح يطلع عشان اروح اشتري حجاب والبسه، لازم البس بكره حجاب. وانا واثق 1000,000,000% ان الخير في بناتنا خير كبير قوي 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 بجد والله العظيم. تعالوا نكمل الشبهات. المهم فمنى بتقول لها بس يا هاجر انا عايز اقول لك حاجه، انت بتقولي عماله تتكلمي وتدندني حوالين ان انا هفتن الشباب وبمشي، يعني هو الشاب اللي بيبص ده كان مني حته؟ فهاجر قالت لها يا منى خدي بالك انت لو ماشيه في شارع و1000 شاب بصوا لك بصه شهوه او حتى بصه حتى كده، فاهم ازاي؟ فكل واحد منهم هيرجع بذنب وانت هترجع ب1000 ذنب. شفت المشكله عامله ازاي؟ ذنبك انت هيبقى كبير لان هم باصين عليكي، كل واحد راجع بذنبه، هو بص فخد ذنبه هو لوحده، انما انت واخده 1000 ذنب. تخيلي لو 2000 بصوا لك كل واحد يرجع بذنب وانت ترجع ب2000 ذنب، مليون كل واحد يرجع بذنب وانت بمليون ذنب، ترضي لنفسك الكلام ده. انما لو تبتي ربنا يمسح لك كل اللي فات، ومش كده وبس ويخليه لك حسنات. ايه الدليل على كده؟ قول المولى عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سبحان الله. فمنى قالت لها طب يعني يا هاجر طب هو مش حب لله وحب للنبي عليه الصلاه مش كان كفايه؟ قالت لها لا خدي بالك بقى.
شبهه جديده دي. انت لو كنت موظفه في الحكومه او في اي مكان وما فيش ولا مره عملت اي حاجه ولا اشتغلت ولا رحت الشغل حد يديك مرتب؟ قلت لها طبعا لا. طب لو كنت مدرسه وما بتحضريش ولا حصه ممكن يحصل معاك ايه؟ قالت لها هترفض. قالت لها طيب وانت لو كنت مسلمه وما نفذتيش اي امر من اوامر المولى عز وجل ممكن تحصلي على المغفره والرحمه والجنه ازاي؟ انت ما خدتيش بالاسباب اهو، انت قفلت كل الاسباب ولا اخدت باي سبب، ولله المثل الاعلى. فانت لما تكوني بتقولي وانت اللي بتقر بنفسك ان انت لو كنت موظفه ما بتروحيش مش هتاخدي اي حاجه.